السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم نونا من قناة حياة نونا. النهاردة بقى ايه؟ هنعمل أكلة سمك كده حلوة ان شاء الله تعجبكم على طريقتي. فشوفوا بقى كده، اتفرجوا على الفيديو من الأول للآخر وتابعوا الطريقة. أول حاجة كده جبت الكبة وجبت حطيت مكعبين توم ونص كده على حسب طبعا الكمية اللي انا هعملها. لو انت بتحبي التوم الكتير في السمك اعملي توم كتير، فدي براحتك يعني، الزيادة او النقص بتاع الحاجة براحتك. جبت كده قرن فلفل حراق حطيت نصه، وبرده جبت ايه 3 قرون فلفل رومي وقطعتهم كده في الكبة عشان انا معايا كمية. هنعمل سمك بولتي وسمك مكرونة، فانا معايا كمية زيادة. وبعد كده حطيت معلقة صغيرة جدا من الكركم ومعلقة من الكاري، زي ما انتوا شايفين معلقة صغيرة جدا، على فكرة المعلقة اللي معاك دي صغيرة. ومعلقتين كده كزبرة صغننين قوي، يعني المعلقة دي بلاستيك فأقل من معلقة الشاي كمان. وحطيت كده شوية توم باودر، لو انت عندك حطيه، كل الحاجات دي بتحلي الحاجة. حطيت بقى كمون طبعا بتاع معلقتين كده حلوين، بس معلقتين الشاي بقى اللي هما الحلوين دول. وعصرت ليمونتين زي ما انتوا شايفين. طبعا انتي بصوا، طبعا هتستغربوا ان انا حطيت توم وحطيت كركم وحطيت كاري. الحاجات دي يا جماعة والله بتحلل السمك وبتخليه حلو جدا. ولو انت عندك توابل سمك اللي هي بتجهزة من عند العطار حطيها برضو. انا بصراحة دي ما جربتهاش، فقلت بقى ايه اجدد شوية من طريقة السمك التقليدية العادية. فحطيت ايه بقى التوم والكاري والكركم. آه قلت بقى ايه نحلل حاجة كده ونجرب. بصوا بقى ايه، ده الملح برضو. طبعا ما نحطش ملح كتير عشان ايه ما يحدقش الحاجة. وشوية خل صغننين قوي. وضربت ده كله ايه في الكبة. طبعا في ناس بتكتر التوم عن كده وبتكتر الخل عن كده، بس هو بصراحة كان عايز ايه ليمونة كمان. بس كده فضربتهم كده مع بعض. اسهل حاجة في الكبة لو انت عندك اضربي كله كده ببعض ايه، وحضري التتبيلة بتاعتك. زي ما انتوا شايفين بقى ايه، لبست الجوانتي كده. حلوة اوي الجوانتيات دي، بتنفع بصراحة بدل ما كل شوية ايه الواحد كل شوية يغسل ايديه في المطبخ والكلام ده. لا ده حلو اوي الحاجات اللي هي ايه فيها زفرة شوية. بصوا بقى جبت السمكية. بصوا هي مش باينة اوي بس انا دلوقتي هعدل الكاميرا. جبت السمكية كده بصي اكنك بتغسلي السمكية كلها من جوه، يعني مش من النص. في ناس بتحط التتبيلة من النص بس، لا حطي على السمكية كلها كده. وطبعا نكون غاسلين السمك كويس جدا. وبصوا هو الراجل بيجيبولي يعني ايه متنضف وكده، بس انا بعيد عليه تنظيفه تاني يعني بالسكينه كده، واقعد اشيل القشر بتاعه اللي بيبقى بره، الخياشيم دي ولا اسمها ايه. وبرده لو في حاجات زعانف او حاجه بقطعها يعني، ولازم اعيد عليه. وبرده بغسله بقى ايه بملح وليمون وبس، بيبقى زي الفل ومفيهوش اي حاجه. خلاص كده. واجيب بقى السكينه وايه وافتحه كده ايه فتحتين من كل وش، عشان ايه التتبيله كده تخش ويبقى طعمه حلو. زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا بحط التتبيله ايه في كل السمكيه زي ما انتوا شايفين. معلش بقى الكاميرا ايه يعني مش مظبوطه قوي بس هي دلوقتي انا هعدلها. بصي بقى، لو وصلت لحد كده حط لك الفيديو. ولو انت اول مره تشوفي القناه اشتركي في القناه وكوني اخت من اخواتي، فان شاء الله القناه تكبر على ايديكم وخلص بقى ايه ساعات المشاهده. بصوا يا جماعه انا ايه، بصوا بقى انا بحط التتبيله كمان من بره وفي الفتحات اللي انا عاملاها اهو، عشان كل اللحم السمك ياخد من التتبيله يبقى حلو زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى انا ايه في القناه عندي كام 1700 تقريبا 1000 مشترك. خلاص لو كل واحد او كل اخت شغلت القناه شويه. وانا عامله كمان في البلاي ليست اللي هي قائمه التشغيل، عامله قائمه كده في الكل، هتلاقوا الشورتس وهتلاقوا الفيديوهات كلها موجوده. فياريت تتفرجوا بقى على الفيديوهات. لو انتوا ايه لسه جديد وما اتفرجتيش على الفيديوهات بجد اتفرجي، عامله فيديوهات حلوه الحمد لله وكلها مفيده. بصوا بقى كده ايه، جبت قشر الليمون اللي انا كنت عصراه وحطيته عليه كده عشان يبقى ريحته حلوه. قشر الليمون لما تحطيه على السمك من بره كده بيدي ريحه حلوه وما بيخلوش ليه ريحه زفاره خالص.
وطبعا جبت الاسترتش وغطيته الطبق كده عشان طبعا نحطه في التلاجة ما يخليش ريحة التلاجة مش كويسة. بس كده، يلا بقى بينا على التلاجة ونحط ده. نجيب بقى ايه سمك المكرونة برضو عملته بنفس الطريقة، وعصرت ليمون كمان. بصوا يا جماعة السمك بيحب الليمون، ليمون وكمون. فبصراحة الليمون أنا عارفة الليمون غالي دلوقتي، بس أنا مثلا الفيديو ده كنت أنا عاملاه مثلا من أسبوعين، فكان الليمون لسه أرخص شوية. بس كده، فحطيته بقى كله في التلاجة ياخد تتبيلة بقى. عايزة تحطيه يوم كامل براحتك، مش هيحصله أي حاجة. مادام احنا كمان في الشتاء. أنا حطيته بصراحة كام ساعة كده، بتاع 3 4 ساعات وقلت أقليه. بصوا بقى جبت الدقيق وحطيت في الدقيق نفس يعني معظم الحاجات اللي انا حطيتها في التتبيله. حطيت شويه كركم، حطيت شويه كاري، شويه كمون صغننين، وشويه توم. بس كده. هبدا بقى احط كل السمك كده اهو زي ما انتم شايفين، وانا وجايبه طبعا صينيه وفاتحه كيس وحاطه عليه عشان ما اقعدش اغسل الحاجات تبقى زفره كتير. فالكيس ده يا دوبك برميه وخلاص على كده. زي ما انتم شايفين بعمل كل السمكه. لازم 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 السمكة كلها تتعمل بدقيق. وشفتوا الحتة اللي هي المفتوحة دي حطوا عليها شوية كده، ايوه، من جوه سنة كده عشان تقرمش معاكي والتتبيلة ما تخرجش. اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو كله كده. وبعد كده تنفضي بقى الزيادة. بجد بجد جربوا الطريقة دي وجربوا التتبيلة دي حلوة قوي قوي قوي، وهتحبوها وهتحبوا الطعم الجديد اللي بيبقى في السمك ده. هو بصوا ما غيرش طعم السمك، بس مخليه طعم اكتر واكتر. انا عارفه في ناس بتعمله بالطريقه التقليديه اللي هي الكمون، وممكن تحط له شويه شطه وشويه كزبره وفلفل اسمر وخلاص على كده. لا، جربي بقى الكاري والكركم والحاجات دي حلوه قوي. ما تنسوش بقى يا جماعه. انا عارفه والله ان انتوا في معظمكم اشتركوا عندي بسبب الثقه. يعني انا عارفه في فيديوهات عجبتكم، فانتوا اشتركتوا بسبب الثقه اللي فيها. فيا رب كده تتفرجوا بقى على الفيديوهات بتاعتي عشان لسه فاضل لي ساعات مشاهدة عايزين نخلصها. فربنا معانا، وربنا يا رب كده يخلص الساعات على خير، لان هي بتاخد وقت طويل. ولو السنة جت عليكي من غير ما تخلصي الساعات بيروح مشاهداتك اللي انت عملتيها يعني. فساعدوني كده ان شاء الله. والله انا اول مرة اقول لكم الكلام ده بجد، او تاني مرة، بس بجد فعلا محتاجة ان كل حد يتفرج على الفيديو من اوله لاخره كده. آمم، وأنا فيديوهاته قصيرة يعني مش كتير. أنا عارفة إن أنتم قدّها وهتعملوها إن شاء الله بإذن الله. زي ما أنتم شايفين بقى كده أهو عملت السمك كله. أهو. بُصّوا، هو حلاوة الحاجات اللي هي بتتعمل بالدقيق ما بتاخدش دقيق كتير، مش زي البقسماط. البقسماط مثلًا لأ، الحاجة بتاخدها كتير، فاهمين؟ يعني ممكن السمك ده بيتعمل بشوية دقيق صغننين، وما تحطيش كتير برضه دقيق كتير. حطي على قد الكمية بتاعتك اللي انت هتعمليها عشان ما يتفضش دقيق كتير وترميه، تضطري ترميه. لان طبعا انتوا عارفين بقى الحاجة لما بتقعد خلاص. زي ما انتوا شايفين كده طبعا تكوني مسخنة الزيت قوي خلاص، وتهدي. يعني تحطيه في نار عالية وبعد كده تهدي شوية نار متوسطة. هو السمك ما بياخدش تسوية كتير على فكرة. او زي ما انتوا شايفين كده، وحطيه بقى في التلاجة عشان الدقيق يمسك كده في السمك. دي شوية حاجات كده تكات بجد بجد بتخلي السمك حلو قوي. وما تقلبوش اول ما تحطيه. زي ما انتوا شايفين بقى كده حمرنا البولتي، وعملت رز جنبيها، رز الصيادية والطحينة والسلطة. وادي سمك المكرونة بجد كانوا حلو جدا، بألف هنا وشفا. وبرضه بألف هنا وشفا على اللي يجرب الطريقة دي، وربنا يحسن ما بين ايديكم ويطلع احسن كمان من اللي انا عاملاه. زي ما انتوا شايفين كده اهو السمك يفتح النفس والحمد لله، وكلها نعم نعم ربنا الحمد لله. ف... فاشتركوا بقى في القناة وفعلوا الجرس لو انت اول مرة تشوفيني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.